طاح الحطب. ما كان أصلاً في لا حطب شاب ولا طفوه ولا أجل وليش كان هذا يعني هذا السجال اللي ولا الإعلام يستانس على هالأمور؟ الإعلام ما تدخل، يمكن الناس، يمكن أقاويل الناس، يمكن الميديا، وهي مفاهد يعني حاضرة وايد بالميديا، يمكن هذا. بس إلى الآن أنا ما أعرف السبب ولا بيعرف السبب. نوال ظلمتني ظلم كبير بعد كل اللي صار بيني وبين نوال وهالحب. أنا رحت لها في عزاء أمها في يوم توفت أمها. أنا كنت بين الحياة والموت 4 شهور، بطني مفتوح ما عم بيتخيط. ركبت الطيارة ورحت لها لين بيتهم وعزيتها في أمها. اللي هيدا ما طمر فيها نوال الكويتية، خلاص نقطع السطر. جرحتي في نوال واتهمتيها بعدم الوفاء بدون أي سبب معلن، ليه؟ جرحتها؟ لا. كلامك ده جرحتي فيها. هي مش وفية، لا، بس هذا مش تجريح، هذه حقيقة. رد نوال في المؤتمر الصحفي على هامش مهرجان موازين بلا تعليق على سؤال أحد الصحفيين ليها عن مقارنتك نفسك بأم كلثوم. لم تقول لا تعليق. لا، قالت لا تعليق. لا، حطي شوفيها قالتها ازاي. مش هرد على أجوبتك دلوقتي قبل ما تعرضيها. شوفي نظرة الاستهزاء في كلامها، شوفي ضحكتها، مش ضحكة أخت، مش ضحكة أخت ولا ضحكة صديقة. لو قالوا لي في يوم من الأيام في مؤتمر صحفي في موازين عن نوال تشبه نفسها بفيروز، راح أقول فيروز أستاذة وقمة ونوال أستاذة ومطربة، راح أرد كذا. بس عمري ما راح أجرح فيها ولو حتى بضحكة زي ما بيقولوا. عرفتي أنا ما بعرفش أتعامل مع الناس دي، فهمتي معناها؟ ما بعرفش. يعني ده اللي زعجك، شعرتي بالسخرية؟ لا، مش هرد عليكي. حطي الشرق أم كلثوم وتكتب لكل زمن كوكب، في إشارة إلى أنها كوكب الخليج، كوكب الأغنية الخليجية. البعض من جمهورك رد على الصورة وقال ما يكفي أنها أخذت فنانة العرب من نوال الكويتية حتى تاخذ الآن لقب جديد. شو تعليقك على ما قامت به أحمد؟ ما عندي أي تعليق الصراحة، هذا الموضوع يخصها. أول شيء أنا نوال ما لي علاقة فيها، وشنو يرد جمهوري على أي حد كمان ما لي علاقة. أنا ما أقدر أسيطر على الجمهور. الموضوع الثاني يخصها، يعني ما أبدا ما عندي تعليق، لا تعليق.